راكم باغيين تصنعوا مركز اللي يمكن معاك. تبعوا معايا بزوج مغارف تاع ليمون نتحصلوا على كاس جي. خلطوا مليح مليح مليح. جي تعليم طبيعي شباب. والآن تبعوا معايا طريقة التحضير. عندنا 3 كيلو ليمون غادي نقلعوا لهم القشرة تاعهم. نقلعوا له هذه القشرة الصفراء، ما نوصلوش للبيضة لأن البيضة مرة. بعد ما كاع قشرناهم غادي نديروا سكر فوقه باش يطلق الوراح. قاعد الليمون اللي تحصلنا عليه نقينا قشرة تاعه البيضة المرة. من بعد ما قشرنا كاع هذا الليم غادي نقسموه على دويرات باش نقلعوا له العلفة. بعد ما قطعنا هذا الليم قلعنا له العلفة تحصلنا على هذا المزيج. نطحنوا في الاول القشور تاع الليمون، نزيدوا لهم عصير تاع الليمون باش الطحن يكون سهل. اذا هذا هو المزيج اللي تحصلنا عليه. كي طحنا القشور مع السكر اللي كان فيهم. وبالنسبة لقطع ليم اللي تحصلنا عليها، كل كيلو ليمون يقابله نص كيلو سكر. في 3 كيلو نديرو 6 كيسان كيما هذا. من بعد ما خلطنا السكر مليح ضربوا كل شيء يطحن بلا ما نزيدو الماء. خلوه ضروري يتخلط مليح. هذا هو الليمون المركز اللي تحصلنا عليه. دروك نصفوه ونوريلكم النتيجة المهنية. من بعد ما صفيناه هذا هو العسل المركز اللي تحصلنا عليه. دروك نحتفظوا به في الكونجيلاتير. وكي نحتاجوه نجبدوه نديرو 3 مغارف في كاس مع مرمى. 3 مغارف كتروا في المغرف هكا. ثالثة هذه ونخلط. ورانا تحصلنا على كاس جي. لازم تجربوا هذه العصير المنعش.